بنستلم شقة من دانوب. أنا داخل دلوقتي أستلم الاستوديو في مشروع سكايز من دانيوب. هنشوفه كده على السريع بتفاصيل بسيطة، لأن المشروع ده كان بيتباع مش مفروش بالكامل، لكن المشاريع التانية بتتباع مفروشة بالكامل. طبعا المشاريع دلوقتي كلها بتتباع مفروشة بالكامل من دانيوب. آدي كده الاستوديو. طبعا بعد ما استلمنا دفعنا ثمن التوصيلات للكهرباء وتوصيلات الغاز زي ما احنا شايفين كده. ده الفينش انت بتستلمه. طبعا في الاستوديوهات الجديده بتتباع كلها مفروشه بالكامل، فبتلاقي كل الفرش موجود. ده مساحته 360 قدم و 355 قدم. كل الاجهزه الكهربائيه تلاقيها موجوده مع المطبخ بالكامل، تمام، مع الضمانات بتاعتها. ده الكواليتي، حتى الفاير اكستنجشر او اللي هي طفايه الحريق والبلانكت تبع الحريق برضه بتستلمها. ده الحمام. يعني نتكلم دلوقتي على حاجه بنستلمها جاهزه، مش شو ابارتمنت ولا حاجه. تمام، نفس الحوض، المرايه، كل شيء تمام. ادي الاستوديو، كهرباء في كل مكان، مساحه كويسه جدا. الدواليب، الدولاب برضو، سهوله الفتح والاغلاق، ترتيب، اضاءه داخليه، كل اللي انت شفته في الشو ابارتمنت بتستلمه. عشان كده بنتكلم تشتري مع مطور موثوق عنده خبره في السوق، معروف، عشان خاطر تستلم بالظبط، تستلم الحاجه اللي انت توعدت بيها. شوفوا الاطلالتك. ده دبي اوتودروم، مدمر سباق السيارات اللي موجود في الموتور سيتي. ده شارع الشيخ محمد بن زايد. دي كده مدينة أرجين. إطلالة كويسة، وبالليل هتبقى فخمة جدا جدا جدا. تكييفك تمام، أمورك طيبة. جربنا التكييف شغال، جربنا كل حاجة شغالة. كان في شوية غلطات بلغناهم بيها عشان يصلحوها. خلي بالكم بقى من الغلطات دي، بعد كده حاجات بسيطة ممكن تلاقيها داخل الشقة بتاعتك في الغلطات. أنا هوريك حاجة بس صغيرة خلي بالك منها، ماشي؟ يعني لاحظناها. شايف الخبطة دي كده هو مش كويسة، تطلب ان هو يصلحها لك. نفس الكلام لقيناها ورا هنا وفي الباب برضو. فخلي بالك وانت بتشتري، دقق في اقل التفاصيل. تاكد ان الهاندلز دي شغاله كويس وقويه، فاهم؟ اتاكد ان الميه الحنفيات لما توصل لها الميه بتشتغل سخن وبارد وشغاله. تاكد ان مفيش تسريب من الميه. تاكد ان الغاز مفيش فيه تسريب. تاكد ان الكهرباء شغاله كلها في كل المفاتيح، تمام. تاكد ان التكييف شغال. تاكد ان البيبان دي بتفتح بسلاسه، ما تكونش فيها احتكاك، تمام. تاكد من الكلام ده كله. تأكد من كل حاجة. تأكد من الفواصل اللي ما بين الضلفتين دول، خلي بالك، لأن الفواصل دي ساعات بتبقى مش راكبة صح. فخلي بالك إنها تبقى دايما خط مستقيل، خط مستقيم، تمام. تأكد إن كل حاجة شغالة، الإضاءة الصغيرة شغالة. تتأكد من كل حاجة، تمام. تأكد إن الباب ما فيهوش غلطات، إن الباب الزاوية تبقى صح. تأكد إن المفاتيح دي بتفتح في الصح وبتقفل في الصح. يعني ممكن تلاقي مفتاح ساعات كده العكس، يعني ممكن تلاقي ده شغال كده وده شغال كده، فتتاكد ان الاثنين بيشتغلوا في نفس الاتجاه والاثنين بيفصلوا في نفس الاتجاه، الا اذا كان في سبب معروف للحاجه اللي زي كده. يعني ساعات بيحطوا مفاتيح هنا ومفاتيح جوه، فبالتالي بيبقى في يعني على حسب اللي مفتوح جوه ازاي وهنا ازاي. الفواصل نفس الكلام اللي بيبان، تمام. ادي استلمنا كده. ده المفتاح. نقفل الباب. اتاكد ان الباب مفتاحك كلها شغاله. طبعا احنا اتاكدنا، بس بقول لك يعني اتاكد. قفل، واحد، اتنين، تمام. قفلنا وخلصنا، يلا بينا. فدايما وانت بتشتري عقار خلي بالك من التفاصيل الصغيره. وانت بتستلم لازم تستلم، ويفضل انك تجيب شركه سناجن تستلم مكانك، يعني عشان هم بيعملوا فحوصات اكبر من اللي احنا بنتخيلها. اشترينا في مشروع كويس، مطور كويس. الاسعار كانت لذيذه جدا. مع العائد هنا هيبقى بنتكلم في 12%، لان الاستوديو كان حوالي 450 الف درهم. فالنهارده القيمه الاجماليه في السوق دلوقتي 750 الف درهم. فسهل جدا تعمل له اعاده بيع بمكسب. وكمان سهل جدا يتاجر مثلا ب 60000 درهم عادي، او مش 60000 درهم، 50000 درهم بدون فرش. بس لو فرشنا حاجه بسيطه يتاجر ب 55 60. فالموضوع كويس. ده كده الممرات، وداخلين كده على الاسانسير. ده شكل الاسانسير كده ورايا. طبعا الخدمات والكلام ده كله مش هنتكلم عليها. وده مشروع دانوب الجديد، سكايز باي دانوب، او بريز باي دانوب. فين؟ في ميريتايم سيتي على البحر على طول.
تحفه الصراحه. دي على فكره اللي احنا بنتكلم فيه دي كواليتي، دي يعتبر دي بتاعت 3 سنين لورا في ارجان، كان لسه في البدايه. فممكن نوريكم الخدمات بس ننزلها في فيديو، مش هنتكلم عنها كتير. اماكن الشواء، تيجي بقى تشوي هنا بقى وتقعد هنا وامورك تمام. مناطق العاب الاطفال، طبعا كل حاجه لسه بكيسها، لان لسه في مرحله الهاند اوفر. ملاعب بقى التنس والبادل، ده التنس هناك، وده البادل، ودي كرة الريشة، وده باسكت بول هتكون او حاجة بقى. اللي عاجبني بقى طبعا الجسر اللي فوقيه ده مش خط المترو، ده عبارة عن مضمار الجري في مشروع سكايز من دانوب. كده استلمنا الشقة وخدنا المفتاح، طالعين بقى على حفلة شاروز تبع المشروع الجديد من دانوب. يعني لسه مسلمين مشروع ورايحين نفتتح مشروع جديد كمكاتب تجارية. هنروح بقى نشوف اللي جات لها طبعا دعوة خاصة لينا محمد مصطفى VIP، ورايحين بقى نحضر الايفنت.